اهلا بيكم، يا رب كلكم تكونوا بخير في فيديو جديد. يعني معلومة ان شاء الله جديدة وان شاء الله تستفيدوا منها. الشكل اللي عملته قدامكم ده عملته بكل الحاجات اللي فيه مجانا 100%. جبتها من على بلندر كيت جبتها من على ايكيا. هتلاقوني حاطلكوا الفايل تحت في صندوق الوصف علشان يعني تكونوا الاشكال على طول. وهنستخدم الاضاءة هنحملها. يا رب يكون الفيديو سهل وخلونا بقى نبدأ. مبدئيا بس انا عملت تشانل على التليجرام علشان لو عندكم اي استفسارات او اي اسئله تقدروا انكم تسيبوها لي في التليجرام، وانا ان شاء الله هرد عليكم فيها. اول حاجه همسح الاضاءه اللي عندي دي. مش همسح المكعب زي كل مره، وهصغر حجم المكعب من اس اكس حرف الزد. اس حرف الزد سوري. وخلي دي سمكها السمك ده حلو. تمام. تاني حاجه هروح عند الايديت دوس كنترول وحرف الار. طبعا مش محتاجه اقول لكم الاختصارات على الجنب الشمال زي ما احنا متعودين كل مرة. وبعدين كنترول وحرف الار ورا كده عندي بالشكل ده. دي هتكون الحوائط اللي عندي للمجسم او للشكل اللي عندنا. هاجي احدد الفيسز دي شيفت وانا محدداهم، وبعدين هيجي ادوس حرف الاي في حرف الزد. بقت عندي بالشكل ده. تاني حاجة نعملها نيجي ندوس هنا عند الاكس وندوس كنترول الت بحرف رقم 0 سوري. الزاوية دي كده من الكاميرا او من هنا عشان تبقى اسهل لنا، وهنخليها كده. هنيجي بقى نعمل ايه من الكاميرا هنا. هبعد شوية حاجة بسيطة كده، وهغير المقاسات اللي عندي من هنا من السين. وهاجي اعمل الكاميرا زوم ان وارفعها كده. هنخليها بشكل مبدئي، بعدين ممكن نعدل عليها قدام. طيب هنبدأ بقى نحط الاشكال اللي عندنا. هاجي من على بلندر هكتب وود وول اللي هي الحيطة اللي في الظهر دي، واتأكد ان انا مفعلة في الفلتر فري فيرست. وهختار الشكل ده. هو اتحط لي بس هو مش باين عشان 3D كارت محددالي. هاجي ادوس هنا واقول له جي زد، وهاجي اعمل له ار 90، وهعمل اس عشان اكبرها ار زد ماينس 90 عشان تبقى بالشكل ده. وارفعها كده جي زد، وبعدين جي في اتجاه الواي، وتأكد ان هي لازقة او محاذاة الحيطة. تمام. عندي بالشكل ده كده. دي واحدة يعني منفصلة عنهم، احنا ممكن نمسحها. هنيجي عند الموديفاير احنا محددينهم. هنروح عند array ونكتب generate، ومن array ونكرر لحد لما الحيطة تتملي بالشكل ده. طبعا هنا هي طلعت برا، احنا مش عايزينها تطلع برا بالشكل ده. فهنيجي عند الحيطة دي كده، واحنا محددين من عند الاوبشن اللي فوق ده الاكس راي. خلينا بس نقفل دي كده. محددين كله كده، وهحركها اتجاه الواي بالمنظر ده. نيجي بقى نقفل الاكس راي الت زد، ونروح عند الكاميرا نشوف شكلهم هيبقى عامل ازاي. بقت عندي بالمنظر ده. نيجي للحاجة التانية وهي الأرض. هنيجي نكتب زي ما احنا كاتبين وود
بس هنحط عليها فلور، وهنغير من فوق عليها ماتيريال. وطبعا اتأكد ان احنا الفلتر عندنا الفري فيرست الاول. ليه الفري فيرست الاول برتاح فيه؟ لان لو عجبكم شكل وانتوا اساسا مش مشتركين في بلندر كيت، يبقى عندكم يعني بشوف ان هو ما تتعلقوش بالشكل، فاهمين؟ فنختار شكل الارض تكون كويسة. جينا نختار دي، نرفع بس 3D كارسر من شيفت ورايت كليك، وهنضيف دي. خلينا نغير من فوق، نروح عند الماتيريال بريفيو. زي ما احنا شايفين هي بقت كده، بس هي اتحطت لي على المجسم ككل، وانا مش عايزاها غير للارض بس. فهروح اعمل ايه؟ خلينا اقفل دي بس كده، وهنروح عند الايديت مود وندوس حرف الاي، وبعدين ندوس كنترول. الحيطه دي انا مش عايزاها، وهنروح عند الماتيريال تحت ونقول له بلس، ونقول نيو، واقول له اساين. بقت كلهم ما عدا الارض اللي انا عايزاها. تمام. تالت حاجه بقى ان احنا نحط الاشكال اللي عندنا، اللي انا قلت لكم انا هسيبها لكم تحت. هنروح عند ايكيا ونكتب هو الكرسي ده بالظبط، هو ظاهر لي هنا كويس. نفى الكرسي، مش مشكلة، نكتب ارمتشي، هو ده. والار وحرف الزد عشان تلف عنا كده، نقول له اس، نقول له جي في اتجاه الاكس كده، غيرها سنة بسيطة، اتأكد ان هي محطوطة على الارض في اكس كده. تاني حاجة هنختار هي السايد تيبل اللي جنبها. نختار عند المودلز، هي دي، بس نغير 3D كارسر ونكبرها شوية كده، وندوس جي اتجاه الاكس برضو، يعني يبقى عندنا حاجة كده. هنيجي بقى ندوس الحاجات اللي هي فوقيها، نحط الزرعة الصغنطوطة، بلاند، نختار دي، نكتب حط. انا كتبت فوق decoration فكبرها كده شوية، ار زد، وجنبها نحط الشمعة العسولة دي. هي الشمعة بس محتاجة تكبر، نجي في اتجاه الزد. او احنا ممكن كمان نحط الاشكال اللي هي محطوطة هنا دي، ولا نختار دي؟ ممكن نختار دي، يعني انتوا بذوقكم. التفاصيل الحلوة دي تبقى على حسب ذوق الشخص، بس انا همسح الزرعة دي. انا دوست بوينت من الكيبورد. طيب، معلومة سريعة، لو انتوا عندكم الاشكال ومجسمات كده كتيرة وانتوا مش عارفين تحددوها هنا على اليمين من السين كوليكشن، فممكن تدوسوا وانتوا حاطين الماوس كده البوينت، بصوا ظهرت لي. هتلاقوا اختصارات زي كده واختصارات كمان اكتر. في كتاب انا مؤلفاه كل اختصارات بلندر، هتلاقوني برضو حطاها في صندوق الوصف، علشان يعني تبقوا المعلومات كلها عندكم في مكان واحد. يعني يا رب تكون معلومة مفيدة. فبس هاجي امسح بقى دي، ادوس اكس ديليت، وخلي الحاجات الباقية. ممكن كمان امسح دي، خلي باقي الاشكال شكلها مش وحش. جي اكس. بس كده احنا الشمعة عندنا اختفت، فاحنا هنطلعها قدام كده ونرجع دي ورا.
ودي اصغرها شوية. كده حوالين نفسها حاجة بسيطة، ودي هخليها كده. تمام، هاجي بقى هكمل اللمبة اللي احنا عايزين نحطها. نحط دي برضه نفس الكلام، هنا ندوس بوينت عشان تتحدد لي كلها. خلينا نمسح دي، خلي دي هنا، ونجيب الزرعة دي كده ورا. مش شايفة ان احنا ممكن نبقى محتاجين دي، لان هما كلهم احجامهم متناسقة اكتر من بعض. ممكن نخليها كده، ننزلها تحت شوية كده. ممكن نكبر شوية ال- اللمبة دي كده، ننزل دي تحت شوية كده بس، ممسحناش دي. تمام كده. الواحد كل شوية لازم يعمل كنترول اس عشان بيبقى قاعد معلق شوية. هنيجي بقى الحاجة اللي احنا هنعملها الأخيرة، ان احنا هنحط السجادة. الحقيقة هي مش الأخيرة، هي الحاجة اللي قبل الأخيرة، لأن احنا لسه عندنا المخدات دي مستخبية تحت. نطلعها شوية فوق، أهم حاجة متبقاش طايرة. نعمل كده، وبعدين نشوف شكلها بس. حلو أوي. نحط بقى المخدات. دي شكلها حلو، حاجة تكسر الأخضر في نفس الوقت. كل شوية جي اكس عشان نرجعها ورا شوية، ونعمل مخدة تانية يبقى فيها درجة الأخضر كده. اكس كده، زد كده، كبرها شوية. أحلى حاجة بتعجبني في بلندر ان هو الحاجات بحس ان هي مكررة، بس بتدينا كل مدى يعني أشكال مختلفة. هي السكيل والروتيشن وكل الكلام ده، بس هي الحاجات مكررة بس بتدي حاجة كده مميزة. مش عارفة إذا كنتوا فاهمين قصدي ولا لأ. تمام، أنا كده خلصت. باقيلي بس إن احنا ندخل إضاءة ونعدل على الأرض. هنيجي نعدل أول حاجة على الأرض، نحدد الماتيريال دي ونروح عند الشيدنج. يلا بينا.
هنا طبعا احنا متتخضوش يعني من الاشكال دي كلها. هنعدل على السكيل، نعمل زوم بس عشان تبقى الموضوع واضح. ممكن نقول 0.3 0.3 0.3 الشكل ده. مش وحش والله. وبس كده. هنيجي هنا بقى نعمل كده، عدلنا خلاص على الأرض. هنيجي بقى من object هنختار world علشان نحط الإضاءة بتاعتنا. هنيجي بقى نعمل ايه، هنيجي عند جوجل ونحمل الإضاءة دي مونستاون ونقول له داونلود. انا طبعا حملتها قبل كده فمش هضطر ان انا احملها تاني. هاجي ادوس هنا عند كنترول وحرف التي. بعد ما دوست على كنترول وحرف التي هاجي اقول له open واروح لمكان الإضاءة وهنزلها. هاجي عند اللي فوق السهم ده اقول له سين لايت وسين وورلد، بتبقى ظاهرة لي بالشكل ده. هبدأ بعدل الروتيشن نخليها كده، يعني الظل يبقى منعكس الناحية دي كده. ظاهر لي بالشكل ده. نيجي عند الحاجة التانية والأخيرة بقى، خلاص هنروح عند اللاي اوت وندوس اللايت. هختار اريا لايت. طبعا ما تنسوش كل شوية ار سوري اس عشان ان احنا نسيفه ونرفعه فوق كده. و دي الإضاءة تبقى كده، خليها مايلة سنة بسيطة للأصفر. ونيجي عند أعليها وأخليها 600 مثلا. ماشي، خلينا بقى نروح عند ريندر نغير من ايفل سايكل من السي بي يو اخليه جي بي يو، ومن هنا هخليه 600. الكلام تحت 600 واتأكد ان انا دايسة على دي نويز. وهاجي من فوق اقول له ريندر. احنا ممكن نجيب الإضاءة كمان من فوق. بالظبط، حاسة شكلها برضو ظريف. انا حاسة ان احنا ممكن كمان نعمل زوم يعني وننزل تحت. بس كده كده الفيديو الحمد لله خلص معانا. يا رب تكونوا استفدتوا وحسيتوا في حاجة يعني فعلا فرقت معاكم، وتكون المعلومات فادتكم. لو حسيتوا ان الفيديو مفيد ليكم وعجبكم، ممكن تعملوا لايك او سبسكرايب، يعني ليه لأ، وتبعتوه لحد لو هو مهتم بالمجال ده. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتيرة قدام. مع السلامة.